داك الشاب اللي كيحلم يوصل بعيد كان ديما كيهضر مع راسو. علاش حياتي كتبقى واقفه؟ علاش مع كل بدايه كنتحمس ومن بعد كنطيح؟ كان عنده الاهداف، كان كيعرف شنو بغا، ولكن الحقيقه كان تايه وسط الضباب. واحد الليله وسط صمت ديال الغرفه ديالو فتح يوسف الكتاب ديال اتوميك هابيتس كالعاده، وبدا كيقرا الفصل الثالث. forget about goals, focus on systems and يعني نسى الأهداف وركز على النظام. شد نفسه وقال شنو واش نسى الهدف؟ ولكن هادشي اللي كيخليني نتحمس. ولكن مع الوقت فهم المغزى. الهدف بحال النجم اللي كيبان في السماء، ولكن النظام راه هو الطريق اللي غادي يوصلك ليه. فاهمين؟ يعني يوسف هنا بدا يربط الامور. كل مره كيبغي يصاوب حياته كيحط هدف كبير ولكن بلا خطوات صغيره. يعني كان كيبني قصر فوق الرمل. واحد العباره شداتو بزاف: You don't reach to the level of your goals, you fail to the level of your systems. كتطلعش للمستوى ديال الاهداف، كتطيح للمستوى ديال النظام او النظام ديالك. داك الشيء ضربو في المشاعر. قال فراسو يعني ماشي المشكل في الحلم، المشكل في اني ما عنديش ارضيه نبني فوقها. وبدا يبني الارضيه. بلاص ما يقول نفيق بكري ولا نقرا ساعه، بدا يقول غادي نفيق على 6:30 ونفتح الكتاب 5 دقائق بعد الفطور. بلا ما يحلم بجيمس مثالي، بدا يقول غادي ندير 10 دقائق تمرين قبل الماكله. يوسف بدا يجمع القطع وحده بوحده، وكل عادة جديدة كانت بحال طوبة في البنيان ديال شخصيته. واحد النهار قال فراسو success is not event, it's a system repeated daily. يعني النجاح ماشي لحظة، النجاح هو نظام كتكرره يوميا. وهنا بدا يحس بشي جديد: الراحة، الاستقرار، وحتى شوية ديال الفخر. ماشي حيت وصل، ولكن حيت ولا كيمشي. وما بقاتش الحياة كتجرب. يوسف اليوم ما بقاش كيقول بغيت نكون كاتب ولا رائد أعمال ولا حافظ القرآن ولا صفة إجمالية، بغيت كذا كذا. بدا يقول أنا اليوم درت الجزء ديالي. tomorrow I'll do it again. وغدا نزيد خطوة أخرى وصافي. كل شيء تبدل في حياته ماشي بالسحر ولكن بالنظام، والنظام هو الضمان الحقيقي للتغيير اللي كيدوم. وانت شنو اول نظام بسيط تقدر تبنيه اليوم باش تبدا التغيير اللي بغيتي؟ الى عجبك الفيديو ما تنساش دير لايك وتنتقدني في التعاليق، ولا عجبك المحتوى غادي تعاوني بزاف الا درتي السبسكرايب. والسلام عليكم.